فرمان وتدخل مفاجئ من الكابتن محمود الخطيب لحسم صفقة المهاجم بنفسه، وهناك حالة استياء كبيرة جدا من أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي اللي بقاله أكتر من 10 سنوات بيحاول يخلص في صفقة المهاجم. سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك النادي الأهلي فريق أقل من العادي، والشناوي أقل فنيا من محمد صبحي، احمد فتوح افضل من علي معلول، وتحس كده ان سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك كان مزود في الصنف حبتين ثلاثه. سيف الدين الجزيري اللي كان حاضر مباراه الزمالك الماضيه في بطوله الدوري، اللي كان شايف صديقه محمد صبحي اللي كان بيلطم حرفيا من كم الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي في مرماه، سواء علي معلول او حسين الشحات او محمد شريف في هذه المباراه. وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-1 مع الرأفه. سيف الدين الجزيري اللي كان شاهد مباراه النادي الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا ما عرفش يعمل حاجه النادي الزمالك، طلع يتكلم عن سيده النادي الاهلي، يقول لك ان النادي الاهلي فريق اقل من العادي. سيف الدين الجزيري اللي وجوده في الزمالك زي عدمه طلع يقلل من النادي الاهلي، والكارثه الحقيقيه اللي ارتكبها سيف الدين الجزيري ان هو ما قللش من النادي الاهلي، لانه عارف ان النادي الاهلي اقوى وافضل فريق في افريقيا وبعبع لكل الانديه الافريقيه والوطن العربي. لكن الغريب بالنسبه لي انه قارن محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بمحمد الشناوي افضل حارس في افريقيا والوطن العربي، الحارس الوحيد اللي قدر يحصل على جائزه افضل رجل في المباراه في كاس العالم روسيا 2018 في افتتاحيه البطوله امام منتخب الاوروجواي. ومع ذلك طلع بكل بجاحه يقارن محمد الشناوي بمحمد صبحي اللي لسه ما اتفطمش كرويا، بيقدم مستوى سيء للغايه مع نادي الزمالك، واخرهم مباراه الزمالك والاهلي تشهد بالكلام ده. وليد الفراج الاعلامي السعودي ما بقاش وراه غير النادي الاهلي، عايز يلم فولورز على حساب جمهور النادي الاهلي. قال لك ان الهلال السعودي لو كان بيلعب بالفريق كامل 11 ضد 11 كان النادي الاهلي كسب بنتيجه اقل من الاربعه. النادي الاهلي فريق كبير وبعبع افريقيا، ولكن الهلال السعودي ايضا فريق كبير. الاهلي كان قادر انه يفوز على الهلال ولكن مش بالنتيجه الكبيره دي. تحس كده انه رجع في كلامه وجاب ورا حرفيا زي ما هيجيب ورا قريبا لما يشوف الاهلي هيعمل ايه في اتحاد جده، لما طلع قال لك ان الاتحاد غير الهلال السعودي. انا قلت لك غير كلامه وجاب ورا، لان قبل مباراه الهلال السعودي قال لك يا ويلي الاهلي، انا خايف على النادي الاهلي انه يشيل سكور، وفي الاخر النادي الاهلي بيكسب بكل سهوله على الهلال السعودي بنتيجه 4-0. ترك تخطيط مباراه الدوري السعودي والحديث عن الدوري السعودي ومبقاش وراه غير النادي الاهلي. تقريبا قرعه كاس العالم جننته لما عرف ان النادي الاهلي بنسبه 99% هيواجه اتحاد جده. بس انا بقول لك عدي اوكلاند سيتي وبعد كده يبقى لنا في الحديث بقيه، بلاش تتنطط وتعمل زي ما عملت في مباراه الهلال السعودي. في الاخر اديك شايف الهلال السعودي مسيره كان عامل ازاي امام النادي الاهلي، لانك باختصار بتواجه بعبع افريقيا والوطن العربي، الفريق الذي لا يهاب اي نادي في العالم، لا مانشستر سيتي ولا ريال مدريد ولا برشلونه، رغم ان انا برشلوني عفوا. تعال بقى نتكلم شويه عن الفرمان وتدخل الكابتن محمود الخطيب لحسم صفقه المهاجم بنفسه. هناك انباء انتشرت بقوه في الساعات الماضيه ان بالفعل خلال ال 72 ساعه القادمه النادي الاهلي هيعلن عن اسم المهاجم الجديد، وبالفعل عدى 24 ساعه ويتبقى 48 ساعه، وخلاص جمهور النادي الاهلي اصبح بيحسبها بالدقيقه والثانيه واليوم والاسبوع. جمهور النادي الاهلي جاب اخره حرفيا، يعني ال 48 ساعه لو فاتوا والنادي الاهلي ما اعلنش عن اسم المهاجم احتمال تلاقي جمهور النادي الاهلي موجود في التتش بيطالب الكابتن محمود الخطيب بالمهاجم، لانك خلاص داخل على كاس العالم للانديه وداخل على موسم حرفيا من العيار الثقيل. لا امير توفيق مدير التعاقدات نايم على الخط، وكل جمهور النادي الاهلي مش عاجبه اداؤه على الاطلاق. اي نعم امير توفيق قدر يتعاقد مع امام عاشور ورضا سليم جناح الجيش الملكي وافضل لاعب في الدوري المغربي، ولكن هناك حاله استياء وغضب كبير جدا من كل جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد تاخر صفقه المهاجم اللي منتظرها كل جمهور النادي الاهلي. بالفعل هناك اسماء قربت بشكل كبير جدا من النادي الاهلي، على سبيل المثال محمد كوناتي لاعب اخمات جروزني الروسي واللي اصبح قريب بشكل كبير جدا من النادي الاهلي، اللي بياكد ان النادي الاهلي خلص مع اللاعب بالفعل. وفي ناس تانية تقول لك ان الصفقه فشلت ايضا زي صفقه سوزا وموليكا، والغريب ان في ناس بتقول لك ان الصفقه اللي خلص فيها النادي الاهلي موليكا نفسه، ما تعرفش تمشي ورا مين، هل فعلا محمد كوناتي ولا موليكا ولا لاعب اخر، والنادي الاهلي بيعمل تمويه علشان فريق الطموح بيراميدز لما بيعرف ان النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم بيخش يفسد الصفقه، رغم ان هو ما بيتعاقدش مع اللاعب. بحيي الكابتن محمود الخطيب على هذا القرار وتدخله لحسم الصفقه بنفسه، لانه عارف ان جمهور النادي الاهلي غضبان بشكل كبير جدا. بس كده قول لي رايك في تصريحات سيف الدين الجزيري ومقارنته بعلي معلول وفتوح والشناوي ومحمد صبحي، ده جريمه حرفيا، وان النادي الاهلي فريق عادي. يعني دي معتبرها هلوسه من سيف الدين الجزيري، او هو موجه ان هو يقول الكلام ده، لان سيف الدين الجزيري كلامه في الماضي غير كلامه
في الوقت الحالي، لانه قبل ما يلعب في نادي الزمالك كان النادي الاهلي فريق كبير والزمالك فريق كبير، رغم انه كان معترف ان هو زملكاوي، ولكن كلامه كان مغاير تماما. وتقريبا كده سيف الدين الجزيري شرب من المخلل اللي بيشربوه لعيبه نادي الزمالك في 100 عقبه. مع نهايه الفيديو كالعاده ما تنساش تحط لايك، ما تنساش تعمل فولو، ولو بتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه.